هذا مول الموطو كان باغي يقتل هذا الراجل خاوت العزاز، كان يسوق بالموطو تاعو، لز ليه خاوت العزاز، واش دار؟ لصق له قنبله فيها الوقت دقيقه تطرطيك هذيك القنبله. المهم هذاك مول اللوطو كان يضحك وفرحان مورالو طالع، حتى دخلت عنده واحد النحله من الكارو ولات ديرونجي فيه، ما خلاتوش مام با يسوق. هو ما كانش مكونسونطري مع الفولو بزاف، كان هكا خاوت العزاز باغيها غير تخرج ديك النحله ويكمل الطريق تاعو، ونسى كامل الفولو حتى وين ديرابات بيه خاوت العزاز اللوطو. هنا تقلق بزاف، واش دار هذاك؟ قال لك لازم هذيك النحله نقتلها باش نكمل الطريق تاعي اليز. واش دار خاوت العزاز؟ اخرج برا، راح نحس باطو وبدا يحوس عليها باش يقتلها خاوت العزاز. وهنا الوقت تاع القنبله كان قريب يخلص حتى طردت هذيك اللوطو، وهذاك السيد كان يشوف فيه وكان فرحان، قال لك سيبو، قال لك هذا الراجل اقتلته. بصح هو ما ماتش، هو نحس باطو وقتل هذيك النحله خاوت العزاز. خلاصه القول من هذا الفيديو، لو اجتمع الجن والانس 7 ملاير كاع بنادم باش ياذوك ما ياذوكش الا الا كتبارك ربي. فهمتوني خاوت العزاز؟ تسمى اذا بغاو الناس ياذوك ما يقدروش ياذوك، اتكل على ربي وما تخافش. السلام عليكم، ما تنساوش ديرونا ابوني وعطوني رايكم في الفيديو. سلام.